معشر البوسلاء، اليوم غنهضروا على مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم من أول مرة حتى لآخر مرة. وعلى ذكر آخر مرة مونديال روسيا 2018 اللي كان كاع الشباب المغربي تيقول لك غادي يمشي ويجيبها روسية، ودابا مونديال قطر 2022 الشباب المغربي تيقول لك غادي يمشي يجيبها خليجية كتبزق ليه البترول، وتقول لك واش تبي يا قلبي ترى خذ لك أسبوع إجازة وأنا أحجز لك في برج خليفة على حسابي، لا تشيل هم تبكي على أمها، فلوس كاينة. اول حاجه بعدا فهاد المونديال بدات ناقصه هي الاغنيه الرسميه ديالو. لا علاقه ولا مجال للمقارنه مع احسن اغنيه دازت في مونديال 2010 ديال شاكيرا. 2022 FIFA World Cup is Qatar. هاد مونديال قطر 2022 هو اول مونديال غادي يتلعب في شي دوله عربيه، وهنا بانت واحد المشاكل كبيره مع الدول الغربيه، بحال ما حملوش هاد كاس العالم هذا يتنظم في دوله عربيه وتمثلوا دوله قطر. ومع اقتراب المنافسه تظهر حملات في اوروبا تعارض استضافه قطر للمونديال، وخصوصا هاد جوج دول هادو المانيا وفرنسا. وعلاش؟ حيت المنظمين القطريين اللي كيسهروا على تنظيم كاس العالم تاخذوا واحد الموقف صراحه ترفع له القبعات احتراما واجلالا وتقديرا، موقف ثابت لا يتزعزع، موقف عربيين مسلمين اصيلين، واللي هو لا للالوان لذيك المخيات في بلادنا العربيه. ولكن الانتقادات لقطر بشان المثليه وحقوق الانسان ما زالت تخيم على هذا الحدث العالمي. المهم هاد النسخه ديال 2022 في قطر على ما قالوا غتكون احسن نسخه ديال كاس العالم مرت في التاريخ، وصراحه راه تخسروا فيها نيت واحد الفلوس كثيره بالمليارات. والمنتخب المغربي الحبيب غادي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من بعد مونديال روسيا، وهذه المرة هذه بالضبط كاينه واحد الامال كبيرة في المنتخب، خصوصا بقيادة الركراكي ان المنتخب غادي يدير على الاقل شي انجازات كبيرة. طيب نرجعوا نشوفوا ونسترجعوا ذكريات المنتخب المغربي والمشاركات ديالو في كأس العالم. فالمنتخب المغربي شارك 5 المرات في مسابقات كأس العالم، وأول مرة كانت في النسخة ديال المكسيك في سنة 1970، ومن بعد شارك كذلك في مونديال 1986 كذلك. هذا المونديال تنظم في المكسيك، ومن بعد غبر شوية وعاود شارك في مونديال ديال أمريكا في 1994، وكذلك في مونديال فرنسا في سنة 1998. ولكن كيبقى مونديال روسيا 2018 المغرب دار تما واحد الاداء وقدم واحد المتعه بصريه استمتع بها جميع المغاربه وشهد عليها كذلك المحللين الكرويين. في المشاركه ديالو في مونديال 2018 روسيا بقياده الثعلب ايرفي رونار، اللي صراحه هو واحد المدرب جمع لنا واحد الفرقه قدمت لنا واحد الاداء وواحد المتعه بصريه كما قلت واعره وهربانه. وفي ذاك المونديال المنتخب المغربي طاح في اقوى مجموعه، البرتغال، اسبانيا وايران اللي قال المغرب كامل صافي هذا راه غادي نديروها في كرشنا، صدقات تغلبات علينا بواحد الزيرو في اخر الدقائق. ومن بعد طحنا مع البرتغال وجا الدون كريستيانو رونالدو مسح لنا الحلم ديالنا ديك الساعات بواحد الهدف. وفي الاخير جات مباراه المغرب ضد اسبانيا، المباراه التاريخيه اللي كان المغرب عنده نسبه استحواذ على الكره كبيره بزاف، واسبانيا اللي عندها كاس عالم واحد في التاريخ ديالها. هذا الماتش هذا كما قلت ماتش تاريخي وخرجنا به بالتعادل ب2-2 وتعادلوا معنا هما في الاخير. وهكا سالت القصه ديال المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 بهذا مجموع النقاط هذا. واما بالنسبه لاول مره شارك فيها المنتخب في مونديال كاس العالم كانت كما قلنا في المكسيك في سنه 1970، والمغرب طاح في مجموعه فيها المانيا وبلغاريا والبيرو، ولعبنا اول ماتش ديك الساعات ضد المانيا وخسرنا ب2-1، والمباراه الثانيه تلعبات ضد البيرو ديك الساعات وخسرنا فيها ب3-0، ومن بعد لعبنا مع بلغاريا اللي تعادلنا معها ب1-1، وهكا كذلك سهله قصه المنتخب المغربي بهذه النقاط هذه.
وجات المشاركه الثانيه ديال المنتخب المغربي في كاس العالم عاوتاني كذلك في المكسيك في النسخه ديال 86. والمنتخب المغربي طاح كذلك في واحد المجموعه اللي تسمات مجموعه الموت، الانجليز، بولندا والبرتغال. وتلعب الماتش الاول ضد بولندا وخرج المغرب بتعادل سلبي 0-0، والماتش الثاني كذلك لعبنا مع الانجليز سال الماتش ب0-0، وبقى لنا الماتش الاخير ضد البرتغال. وهنا كانت المفاجاه العالميه، المغرب طحن البرتغال ب3-0، وهنايا كان اول منتخب عربي غادي يصعد للدور الثاني في مسابقه كاس العالم. وملي طلعنا للدور الثاني طحنا مع منتخب الالمان عاوتاني وخسرنا ب1-0، وهكا كذلك سالت قصه المنتخب في نسخه المكسيك 86. ومن بعد المنتخب المغربي غبر على كاس العالم في شي نسخ حتى رجع بان في مونديال امريكا في سنه 1994. وطحنا صراحه في واحد المجموعه عاديه، بلجيكا، هولندا والسعوديه. والصدمه كانت ان المنتخب المغربي خسر جميع المباريات. المباراه الاولى ضد بلجيكا خسر المنتخب المغربي ب1-0، ولعب المباراه الثانيه ضد السعوديه وخسر فيها كذلك المنتخب المغربي ب2-1، والمباراه الاخيره ضد هولندا كذلك خسر فيها المنتخب المغربي ب2-1. وهكا كذلك سالت القصه ديال المنتخب المغربي في كاس العالم ديال 1994 بمجموع النقاط 0. ومن بعد رجع المنتخب المغربي المونديال ديال فرنسا في سنه 1998. المنتخب في هذا المونديال هذا بان بواحد الشكل كبير. طحنا في واحد المجموعه، اولا مجموعه قويه فيها البرازيل، وراكم كتعرفوا البرازيل اكثر منتخب حاصل على كؤوس العالم. كنا البرازيل والنرويج واسكتلندا. المهم تلعب الماتش الاول ضد النرويج وتعادلنا مع النرويج ب2-2، وتعطبنا واحد العطبه خايبه في الماتش الثاني ضد اقوى منتخب البرازيل، خسرنا ب3-0. وجا ديك الساعات الماتش الاخير المغرب ضد اسكتلندا. هذا الماتش هذا المغرب قدم واحد الاداء زوين وربح المغرب اسكتلندا ب3-0. هنا في مجموع النقاط والترتيب المغرب كان هو الثاني في المجموعه، البرازيل الاولى، المغرب الثاني، وكذلك النرويج الثالثه، وفي الاخير كاين اسكتلندا. المغاربه كانوا فرحانين حيت بقى الماتش الاخير بين البرازيل والنرويج. الا ربحت البرازيل صافي المغرب ديك الساعات غادي يصعد للدور الثاني. وتلعب الماتش اللي كانوا كذلك كيتسناو حتى المغاربه، البرازيل ضد النرويج، وبقى الماتش غادي مزيان حتى وصلت الدقيقه سبحان الله 89، والحكم هنا عطى للنرويج ضربه جزاء ضد المنتخب البرازيلي وخسرت البرازيل، والمغرب نزل من الترتيب اللي كان الثاني هبط ولا في الترتيب الثالث. وهكا المنتخب تقصى وما طلعش للدور الثاني، وسالات عاوتاني قصه المنتخب في مونديال 1998. وحاليا عزيزي المشاهد من معشر البسلاء، المنتخب المغربي بقياده وليد الركراكي جمع لنا النجوم، حكيمي، زياش، حمد الله حتى هو اللي كانوا كيقولوا المغاربه زعما حتى خسر المنتخب ما لقاوش السبه غادي نلصقوها، وعلاش ما جبتوا ليناش الحمد لله. لا الحمد لله هو جبناه، ويعني واحد تيرسانه كرويه عند المنتخب حاليا في التاكا. فكنتمناو ان شاء الله باذن الله المغاربه من طنجه القويره يفرحوا، حيت شحال هذه المغاربه ما جاهمش اخبار كيفرح.